حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. الحلقه بتاعتي النهارده هنعمل جلاش بالفراخ وهنعمل بانيه. طريقه سهله خالص. معايا معلقتين سمنه على البوتاجاز. هنشوح البانيه، هيتقطع التقطيع اللي تعجبك. معايا الفلفل الالوان، هيتقطع التقطيع اللي هتعجبك. بعد ما نشوح البانيه هننزل بالفلفل وهننزل بالبصل وهنبدأ نبهر البهارات بتاعتي. بابريكيو، آه شوية جوز الطيب، شوية حبهان، كاري، شوية كركم، توم باودر، بصل باودر، شوية ملح، بهارات، فراخ، شاورما فراخ. وقلبي الحاجات الحلوة دي مع بعضيها وشمي أحلى ريحة، واقعدي قلبي كل الكلام الحلو ده مع بعضه لغاية لما يشرب المية بتاعته. الفراخ بتاعتي استوت. معايا الصينية بتاعتي هدهنها بمادة دهنية وهنبدأ نفرد الجلاش بتاعنا زي ما حضراتكم كده شايفين. يعني تغيير، مرة عملناه بلحمة، مرة عملناه كده، غيروا. بس طعمه حلو جدا جدا. لو عملتوه بالطريقة بتاعتي دي مش هتبطلوا يعني تعملوه، دايما هتبقوا تعملوه وطعم كده، طعمه لطيف. كل كام ورقة كده سقسقي كده بالايه، بالمادة الدهنية بتاعتك، السمنة بتاعتك، عشان يبقى الرقاق مورقة معاكي. صلوا على النبي يا جماعة وما تبخلوش عليا تدخلوا على حكاية شيرين في المطبخ على اليوتيوب وصفحة شيرين الحداد على الفيسبوك. ادعموا لي القناة وعملوا لي لايك وعرفوني انتوا من انهي مكان، وتصلوا على يشفع فيكم. الريتش واقع يا جماعة، الريتش واقع، القناة بتروح في داهية. اللايك بتاعك ده بيفرق معايا. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. بعد ما دهناها مادة دهنية هنعيد القصة دي لغاية نص الجلاش دلوقتي الحمد لله ما بقاش فيه اي بركة. في بيعملوا يعني اللفة فيها 6 ورقات، تمام، وفي بيعملوا 8 ورقات. انا بجيب بصراحة لفتين يعني على نص الجلاش كده. شايفين شكل الفراخ عامل ازاي مع الفلفل والبصل والكلام دوت، الا ريحتها بصراحة. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. ابدأ يبقى وزعي الفراخ بتاعتك كده وشمي احلى ريحة كده، اعملي احلى دماغ. لو الوصفة عجبتك ما تبخليش عليا بدعوة حلوة براحة البال من قلبك. وابدأي رصي بقية الجلاش على الوش زي احنا ما عملنا في الاول. اعملي بردك في التاني. موضوع سهل جدا وبسيط. يعني مش قادرة اقول لكم، الكاري والكركم هنا عاملين شغل حلو قوي. البهارات بتاعت الشاورما عاملة شغل حلو قوي بصراحة. وابدأي بقى حط الورق بتاعك زي انت ما عايزة تحطي اهوت. البطاطس النهاردة اشتريها عليها ب30 جنيه، والطماطم ب30 جنيه، والكوسة ب30 جنيه. اروح اعمل شوية محشي كلفوني اكتر من 200 جنيه. ليه يا جماعة؟ ليه؟ هنروح فين تاني؟ اروح فين تاني؟ الكوسة ب30، البصل ب30، البطاطس ب30، الطماطم ب30، الرز ب38، حزمة الكزبرة ب4 جنيه فيها وحديتين. يعني لما تعملي شوية خضرة محشية ولا 30 جنيه ولا 25 جنيه، حرام ولا حلال يعني. معايا كوباية لبن، هحط لها شوية فلفل وهنحط لها شوية ملح وهنحط لها شوية سمنة ونقلب كل الحاجات الحلوة دي في كوباية اللبن. مش عارفة احنا هنروح فين تاني والله. الواحد تعب وزهق والله. يعني شوية محشي مش هنجيب جنبها فرخة ولا نحط جنبها حتة لحمة، هتكلفك اكتر من 200 جنيه يعني. يعني مش عارفة احنا هنروح فين تاني. ربنا يرحمنا برحمته، ربنا يرحمنا برحمته. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين.
هنا بقى طبعا قطعت الجلاش. تمام، بس مش عارفة يعني اتمسحت ولا ما اتسجلتش ولا ايه. بحط كده معلقتين سمنة كده على الوش بالفرشة، وهنبدأ ان ايه نشرب شوية اللبن بالملح وبالفلفل، وايه حطيت لها برضك ايه معلقتين سمنة. لا ده انا لسه هقطع اهو، الحمد لله ما اتمسحتش اهوت. متنسيش اللايك والصلي على يشفع فيك اليوم الدين. يعني الفيديو ده انا جريت فيه بما فيه كفاية يعني يا جماعة. يعني انا مش عارفة، يعني المونتاج عندي بعافية شوية. ادعولي كده غير التليفون دهوت عشان بيظلم التصوير وامكانياته يعني ضعيفة يعني. اه الحمد لله برضك احنا احسن من غيرنا بكتير، نحمد ربنا على كل حال. ادي الجلاش بعد ما قطعته هبدأ احط عليه الايه الخليط اللي انا عملته قدام حضراتكم اهوت. وكوني مولعة الفرن بتاعك يكون سخن ما تحطهوش والفرن ايه بارد. وشربي كده الايه الصينية بتاعتك. بص من قبل ما احطها بص ورقة اهوت. معايا هنا البانيه بتاعي. بقيت الايه بقيت الكيلو يعني. قلت اعمل كده وحدتين بانيه. احط البهارات بتاعتي، شوية كاري، شوية البهارات اللي عندك ان شاء الله. تحطي شوية ملح وفلفل، وتحطي اللهم صل وسلم عليك شوية فلفل، توم باودر، بصل باودر، ملح، 7 بهارات، شوية كاري، بابريكيو، صويا صوص مش عارفة برضك اتحط ولا ما اتحطوش. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو برضك للبانيه بتاعك. وقلبي كل الحاجات الحلوة دي كلها مع بعضيها وسيبيها قد ساعتين 3 كده. وحطت معلقة خل عشان تطري الأنسجة من جوه وتمنع برضك الزفارة. طبعا احنا بنبقى غاسلينه مرة واتنين وتلاتة. وحطت برضك معلقة توم فريش، وانا كنت حاطة باودر مش هيجرى حاجة. قلبي كل الحاجات الحلوة دي. لو عندي كوباية زبادي حطيها، ما كانش عندي زبادي حطيت ايه اللي هي معلقة الخل دي اهوت. دي بهارات شاورما بانيه يا جماعة. ومعايا بيضتين، دي الطريقة بتاعتي. معايا بيضتين بفقشهم كده على بعضيهم اهوت. وبقلب كل الحاجات الحلوة دي على بعض برضو اهوت. سيبيه بقى في التلاجة قد ايه. وراكي حاجة في الشقة اعمليها، عايزة تعمليها قبلها بيوم اعمليها، بتدي تطعيمة حلوة جدا. والبهارات بتشرب كده الايه البانيه. بعد ما روقت اللي ورايا وكل حاجة، معايا الفيجيتار بتاعي وحطيت له معلقة نشا اهوت. وابدأي الزيت بتاعك سخن، ابدأي للايه البانيه. النشا دهيت بتدي قرمشة للايه لحتة البانيه. وكلي احلى بانيه. وكنت عاملة صينية الجلاشة، هي طلعت حكاية حكاية والله. كاميرا ظلماها حتى تلاقوا كاميرا كده بتدي ايه الوان. ودي كانت الاطباق بتاعتي بسيطة وسهلة ما فيهاش اي صعوبية. بوريكم هنا اللي مقرمش طبعا عشان ماسكاه مش عارفة اقطع ولا حاجة. بص سمك الجلاش وهم طعمه حكاية. متبخليش عليا بالمتابعة ولايك، وتدخل على حكاية شيرين في المطبخ تدعيلي دعوة حلوة من راحة البال. باي باي.